كثير من العملاء بيسألوني هذا السؤال، وكثير منكم بيسألني نفس السؤال هذا في النقاشات. هل يضر اني انا اشغل مكيف سيارتي وانا ماشي في الخط السريع وماشي بسرعة عالية؟ وعشان اوضح السؤال اكثر، الفكرة منه انه انا لما اكون ماشي بسرعة 120 او 130 تقريبا دورات المحرك ممكن تكون في حدود ال 3000 RPM. لما اشغل مكيف السيارة الكمبرسر حيكون مطفي ودورات المحرك مرتفعة. هذا الامر ما حيضر بالكمبرسر. فجأة من 3000 RPM بوف حيشتغل الكمبرسر ويلف، فممكن يضر الكلتش تبع الكمبرسر، او ممكن يضر الكمبرسر او الفريون او الغاز اللي موجود داخل الكمبرسر. ومو لازم اني انا اخفف سرعتي الى RPM معقول الى 1000 1200 دورة، او اني اوقف السيارة وبعدين اشغل المكيف وبعدين ارجع امشي مرة ثانية. باختصار، وفي السيارات الحديثة بنتكلم على 15 إلى 20 سنة فاتوا، لا ما يضر ولا في أي أثر على المكيف وعلى أجزاء المكيف. فالمكيف والكمبرسر مصمم على أنه يشتغل في دورات أعلى من ذلك، على 4000 و 5000. مكيف السيارة من وقت ما تشغله في الصباح طول الفترة اللي أنت بتسوق فيها السيارة، نص ساعة ساعة ساعتين، أصلا بيشتغل وبيطفي. زي كمبرسر المكتب أو البيت مثلا، أنت لما تحطه على درجة حرارة معينة الكمبرسر بيطفي وبيشتغل بدورات معينة. نفس الشيء في السيارة. فلما تكون ماشي بسرعة 120 أو 130 لا تحسب إنه المكيف دائما يشتغل والكمبرسر دائما بلف، فبالتالي ما عندك أي مشكلة فيه. لا، أنت لما تكون ماشي بسرعة 120 و130 و140 و150 دورات المحرك على 3000 ولا 2500 ولا 3500، المكيف بيشتغل وبيفصل بناء على درجة الحرارة الخارجية وبناء على درجة حرارة كابينة القيادة. فأنت ماشي ال RPM على 3000 مثلا، حتلاقي المكيف بيشتغل وبيفصل. ما بين الشغل والفصلة قد يكون في عدة دقائق أو عدة ثواني. وزي ما قلنا في حلقة الكمبيوتر والحساسات، تقدروا ترجعوا لها في الرابط هنا. فالكمبيوتر لما يشوفك تبى تسرع بالسيارة أو تبى تتجاوز سيارة وتروح داعس بنزين للآخر، حيشوف وايد اوبن ثراتل من حساس الثراتل بوزيشن سنسور، فحيروح للجرابوكس ويقول له اديني نمرة مختلفة استرجع فيها القوة، وطفي كمبرسر المكيف عشان تتحصل على أكبر قوة ممكنة من المحرك وما يكون عندي شيء بيهدر. يعني أصلا أنت لما تدعس بالسيارة ويكون المكيف شغال، الكمبيوتر حيأمر الكمبرسور بأنه ينطفي إلى ما تنتهي من حالة السرعة هذه ويرجع يشغل لك هو. لما يرجع يشغله ممكن تكون دوراتك على 3000 ولا 4000 RPM. والله أنا كنت ماشي بالخط السريع وزوجتي شغلت المكيف فجأة وطلع من الكمبرسور صوت. أنا أقوله بأمانة صدفة، ما في أي علاقة في هذا الأمر مع تشغيل المكيف من عدمه. طيب سؤال، هل يضر لو أنا نسيت المكيف شغال وشغلت السيارة في الصباح؟ نفس الفكرة في السيارات الحديثة، الكمبيوتر هو اللي بيتحكم بكل الأشياء هذه. فالكمبيوتر لما يشوف المحرك لسه بيشتغل، دورات المحرك ما هي مرتفعة، ما حيشغل الكمبرسور أول، حينتظر لحد ما دورات المحرك ترتفع، يشتغل المحرك، يقوم المحرك، بعد حوالي ثانية أو ثانيتين حيشتغل الكمبرسور. فلو شغلته بعد ما تشغل السيارة أو لو شغلته قبل ما تشغل السيارة، الكمبرسور ما راح يشتغل إلا بعد ما يشتغل المحرك تبع السيارة. وبيني وبينكم مع الجو الحار هنا في الخليج والصيف، الواحد يتمنى إنه لو يشتغل المكيف قبل ما يشتغل محرك السيارة.